حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا. يلا بقى فيديو جديد نبتديه سويا ونسمي بالله كده وندخل برجلنا اليمين على الفيديو بتاعنا ده. هو فيديو جميل ولذيذ وعالطاير كده، ومفيش حاجات فيه كتير. يعني احنا لملم الدنيا مع بعض، المواعين دي بتاعت امبارح، فهلمنا الدنيا كده مع بعض على السريع علشان الدنيا تبقى رايقه اول باول، وايدينا كده في المطبخ على طول يا اختي شويه. تمام؟ فلو وراكي حاجه يا اختي وانت لسه بتتفرجي على الفيديو بتاعي، وقفل الفيديو قومي خلصي اللي وراكي، وبعد كده ارجعي اقعدي على التليفون اتفرجي على فيديوهات وفيديوهات غيري عادي. بس ما تنسيش ان انت تحطي لايك وتشتركي عندي في الصفحه وتدعوا لي دعوه حلوه. تمام تمام. كنت حابه اتكلم في حاجه. اختي في الليل قالت هاتيهم ورا بعض عشان ترتاحي. والله العظيم يا اختي انت ما هترتاحي لو جبتيهم ورا بعض، ما هترتاحي. ولو جبتيهم على مسافات متباعده برضو مش هترتاحي. هو من الواضح كده، من الواضح والمتضح ان احنا هنرتاح في الاخره، في القبر. تمام؟ ولو كمان ده لو ارتحنا كمان ايه وكانت اخرتنا حلوه، ما كانتش اخرتنا سودا ومنيله بنيله. تمام تمام. انا عايزه اقول لكم ان انا ببقى سهرانه طول الليل مع الست كخه بنتي، واصحى الصبح مع الاستاذ كخه ابني، وحياتي بقى كده بالليل مع البت وبالنهار مع الولا، وحاسه ان انا في دوامه. انا في دوامه يا جماعه وعايزه افوق. انا محتاجه افوق، انا محتاجه ارتاح. بجد انا كل اللي انا محتاجاه الفتره دي ان انا ارتاح، مش عايزه حاجه غير كده. بجد انا بسجل لكم الفيديو دلوقتي والساعه تقريبا الساعه 2 ونص بالليل. الفيديو ده هينزل الصبح تاني يوم. انا مش لاقي حاجه اعملها. انا اللي انا بعمله ان انا قاعده بقرط. بس هو في عياط بهدف وبدون هدف، في زن بهدف وبدون هدف. فانا مش عارفه اسكت. الباسورد بتاعهم فين؟ عايزين نوقفهم. احنا عايزين نوقف الزن ده. في ايه بقى؟ لا، لو حد عنده وصفه يعني نريح فيها شويه، نفصل فاصل ونواصل، عرفوني. بجد اللي كانت تقولك لا انت هتقعدي على الولا، هاتي كمان واحده، ولا هاتي كمان اخ له يلعب معاه. هما اللي بيلعبوا بيا انا بجد. هما مش بيلعبوا مع بعض، هما بيلعبوا بيا. بيشقطوني لبعض من ده لده. يعني انا كان في احمد كان ينام كنت ارتاح شويه انام جنبه، لكن ده مفيش نوم يا باشا. يا باشا مفيش راحه يا باشا، قسما بالله اللي يقول لك هاتيهم ورا بعض عشان ترتاحي انت هتاخدي على دماغك لما تشبعي. تمام تمام. تمام التمام. يعني انا من وجهة نظري ماشي. عايزه تخلفي كذا عيل، ما تخلفهمش ورا بعض. والله العظيم لو جبتهم ورا بعض هتنهاري. يعني انا في فرق 3 سنين بين لارا وبين احمد، وتعبانه جدا. انت ما تبداي فكريش ان انت تخلفي الا لما يكون ابنك بالفعل عنده 3 سنين، 4 سنين، بقى فاهم وواعي هو بيعمل ايه، وبيعرف يعمل يشرب نفسه، يعرف يدخل نفسه الحمام، يعرف يعمل كذا حاجه لنفسه. تمام؟ هو اوريدي دخل الحضانه وبقى عارف يساعد نفسه في كذا حاجه. تمام؟ على الاقل لما تدخل الحضانه نومها هيتظبط. فانت ما تجيبيش الاتنين يهبلوكي. لما يبقى عنده 4 سنين تفكري تخلفي، على ما تولدي يكون عنده 5 سنين كده حلو. لكن ما تغلطوش غلطتي، ما تعملوش نفس غلطتي، واللي يقول لك عكس كده اديله بالببش على وشه. بجد. تمام تمام. هنلملمنا كده الدنيا مع بعض، وهنعمل ايه الغدا مع بعض على السريع. الصراحه ما كنتش قادره ان انا اهو قلت لكم حاجه من عندي، زن بهدف ولا مش بدون هدف. هو احنا كده 24 ساعه هسكتها وارجع لكم. والله العظيم 3 شلتها على ايدي وواقفه بيها بهزها وبرضه ما بتسكتش. انا مش عارفه الريموت كنترول بتاعها اللي بيوقف الزن فين. فادعوا لي، ادعوا لي ربنا يهديهم ليا، وما تعمليش في نفسك اللي انا قلته لك في اول الفيديو. تمام تمام. انا هنا في ما كنتش قادره اعمل غدا، ولا كنت قادره اقف اغسل مواعين، ومرهقه جسديا ونفسيا وكل حاجه. انا محتاجه افصل، محتاجه حد ياخد مني العيال واروح مكان كده محدش يعرفني فيه ولا اعرف فيه حد. يعني انت فاهم، انتوا حاسين بيا. المامز اللي قدي او المامز اللي عندهم عيال في سن عيالي هم اكيد اللي هيبقوا حاسين بيا. فلو حاسين بيا اكتبوا لي في الكومنتات تحت واتكلموا معايا كده وتناقشوا. تمام. هنا البوتاجاز ما كانش بيتبهدل قوي يعني، فقلت برضه اديله ايه مسحه على الخفيف كده على السريع. انا بحب كده ايه اول باول امسحه. والحوامل بتاعتي مهما رش عليها مذيب للدهون ما بتذوبش. يعني انا صوابعي هي اللي بتذوب من كتر اللي هو بتاع اللي مذيب الدهون ده، وهي ما بتذوبش. فاللي عنده حل يقول لي. انا شفت وصفات كتير على اليوتيوب وعلى الفيسبوك هنا، بس انا بخاف الصراحه ان انا جازف. بخاف ان هي يجرى لها حاجه او تتفاعل مع ماده غلط فتبوظ مني. فلو اللي جرب حاجه للحوامل دي يكتبوا لي تحت في الكومنتات بالله عليكم، اللي جرب حاجه للحوامل اللي هي الزهر التخينه دي يقول لي.
تمام. آه بس كده هنلمع بقى البوتاجاز كده على السريع، وهنعمل الغدا مع بعض. الغدا ده سهل، على السريع على السخان، ما بياخدش وقت، عشان الواحد الصراحة كان مفرهد ومش قادر. ومين بقى يا جماعة، مين اشطر كتكوت وبينزل لكم فيديوهات كل يوم؟ مين؟ قولوا لي كده. انا طبعا، انا مبسوطه من نفسي ان انا بقوم نفسي وبقول قومي يا بت صوري ونزلي، علشان ان شاء الله ربنا هيكرمك، ان شاء الله هتوصلي للي انت عايزاه واللي انت بتحلمي بيه، ان شاء الله بيكو مش بغيركو. فحطوا اللايك، انا هنا بقول لكم حطوا اللايك. هنا كنت لبست عبايتي ونزلت جبت حاجات وطلعت تاني، وايه، قلت ولارا ساكته اعمل الغدا، والله العظيم ما انا مغيره هدومي كمان، وهعمله على السريع وهي ساكته. فقطعت كده فلفلايه حمرا، ما كانش عندي فلفل اخضر، كان عندي فلفل اخضر حامي بس ما كنتش عايزه اعمله حر يعني، عشان خاطر الاستاذ احمد. فهقطعه كده اي تقطيعه على السريع، حتى والله العظيم ما مركزه انا بقطعه ازاي، عايزه اخلص بسرعه ما فيش وقت. فهقطع برضو كام بصلايه كده، والمفروض ان احنا نحط توم، بس انا الايام دي معدتي مش احسن حاجه، انا حاسه ان انا معدتي معده تنين، يعني انا بقي بحس ان هو بيطلع نار، في نار بتطلع من معدتي. فالحمد لله. هنا السجق كنت قطعته وهو متلج علشان ما يتفرفتش مني، وحطيت معلقه سمنه كده، وهو طبعا في نسبه الدهون بتاعته، واولع عليه على نار عاليه علشان ما يت ما يتهريش مني، ما ينزلش ميه يعني، فلازم على نار عاليه. هيتشوح وياخد التشويحه بتاعته، وانزل عليه بالبصل والفلفل. حتى والله ما اديته التشويحه التمام اللي هي تاخد الصدمه الحلوه، انا مستعجله، انا عايزه انجز نفسي قبل البت ما تعيط، ما هو كله على السريع. وفي السن ده اللي هو من سن مثلا لحد 6 شهور، انت محتاجه تعملي اكلات سريعه. فان لو انا عملت اكله مثلا مرهقه، او اكله تحتاج ارهاق او تعب في مره من المرات او فيديو من الفيديوهات، فاكيد كان في حد مساعدني او شايلها او كده. هنا حطيت كل التوابل بتاعتي اللي انت تحبيها حطيها، مرق دجاج، فلفل اسود، كمون، كزبره، هو كده بيبقى متبل اصلا، وشويه توابل فراخ ومكعب مرقه، وشويه ميه علشان يعمل الصوص بتاعه دوت، والبصل يستوي، وشويه دبس رمان في الاخر، واسيبه ما بياخدش 10 دقايق على النار وبطفي عليه. وانا والله من كتر الارهاق ما صورتش قبل ما ناكل، من كتر ما احنا جعانين يعني، انا صورت لكم الصينيه بعد ما كلنا، وده اللي كان فاضل مننا يعني. فحطوا لايك وتدعوا لي دعوه حلوه. باي باي.